السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنت مدرس أو في سنتر وعندك طلبة كتير جدا وعندك امتحانات ومحتاج تصححها، فهنا الأوتوميشن دوره بيكون كويس جدا، لأن الأوتوميشن دايما بيعتمد على أكتر بروسيس بتتكرر بشكل مستمر وتكون مملة وبتضيع وقت وبتضيع مجهود وممكن تكون بتضيع فلوس كمان. تمام؟ فعشان كده تعالى نتخيل إن أنت عندك 200 طالب مثلا وعندك 200 امتحان محتاج ان انت تصححهم وتديهم الدرجات بتاعتهم. فاحنا عملنا ورك فلو بسيط، ومجرد ما الطالب بيملى هنا اسمه، تعالى نقول مثلا عندنا الطالب احمد عماد، الايميل بتاعه، وهيكون هو عامل الامتحان بتاعه وسجله في جوجل دوكس. تمام، تعال نقول ان هو امتحان بسيط كده عن العواصم وكده. تعال نشوف، دوس سبميت، بيبدأ يشتغل. هنا هو خد النموذج بتاع الإجابة بتاع الطالب، ودخل هنا عمل اكستراكت للدوتس اللي موجودة، ودخل هنا عامل اكستراكت ونزل التكست اللي موجود ودخله على ال LLM عشان خاطر يقدر ان هو يصحح، ويكون طبعا عنده نموذج إجابة نموذجية للأسئلة أو الامتحان اللي أنت مديهوله. وهنا بيبدأ تكون مجهز جوجل شيت وكاتب فيه كل البيانات، وبيبدأ يبعت ايميل للطالب بالدرجة بتاعته. تعال نشوف. هنا الطالب أحمد عماد، ده الايميل بتاعه، خد 100% والليفل بتاعه امتياز. تعال نشوف الجيميل، وده درجة الامتحان. السلام عليكم، قد حصل الطالب على طالب أحمد على درجة 100% في امتحان المعلومات العامة. طبعا ممكن نغير الشكل ده ويكون شكله أفضل من كده، ولكن هنعرف مع بعض ازاي نبني الورك فلو ده من البداية إن شاء الله. طيب، أول حاجة احنا هنجهزها، هنعمل ده كده، سيبه. طيب، علشان وقتكم، أول حاجة بنجيب الفورمة بتاعتنا. تمام، بتيجي منين؟ بتيجي من تريجر، ومثلا اد انذر تريجر، وبتيجي عندك هنا فين اون فورم سبمشن من هنا. تمام، هي اوريدي احنا جبناها، وهنبدا ان احنا نورينا البيانات اللي فيها. بيكون فيها طبعا التست يو ار ال، وبتكتب فيها الاثورايزيشن تخليه نون او براحتك تخليه بيزك بس زي ما انت تحب. وهنعمل هنا الاسم وهنا اسم الفايل او اسم الفورم، وهنا ديسكريبشن. وهنبدا بقى نحط الداتا اللي احنا محتاجينها. احنا محتاجين اسم الطالب والنوع بتاعه بيكون تكست. تمام، محتاجين طبعا تكتب بليس هولدر وتكتب ان هي ريكوايرد. طيب، ايه تاني؟ محتاجين الايميل بتاعه، وبتعمل التايب element ان هو ايميل، تخليه برضه ريكوايرد. محتاجين بعد كده الاكزام او الامتحان، وتخليه التايب بتاعه ان هو فايل عشان يقدر يرفع فايل. تمام، خلاص. طيب، بعد كده بنيجي على الاتريبيوشن، هي اوريدي موجوده، وبنعمل ميدين في دي عشان ما تجيش ان هي مبعوثه من كانت ان. تمام. طيب، كل ستيب، اهم حاجه كل ستيب لازم نعمل لها تيست. نخش هنكتب هنا الاسم مثلا احمد، الايميل. طيب، نختار الفايل بتاعنا. خلاص كده عملنا الفايل، هندوس هنا. طيب، ظهر لنا هنا الاوتبوت طلع على شكل باينري. تمام، احنا عندنا سكيما وعندنا تيبل وعندنا جيسون على شكل باينري، هو بيبقى فايل يعني. تمام. طيب، ايه النكست اللي بعد كده؟ هنستخدم موقع اسمه convert API. اوكي. طيب، convert API بيديك كريدت فري، تقدر ان انت تجرب بيها. هنعمل اول هنا عشان نعمل كونكت معاه لازم نختار HTTP request، سوري. تمام. طيب، احنا محتاجين نملى الداتا ليه؟ نملى الداتا ازاي؟ هنطلع على فين؟ هتيجي هنا كده
عندنا convert API، هتعمل ساين عادي وتخش على الداشبورد، وهتيجي على هنا هتعمل هنا محتاج تحول ايه؟ محتاج احول من دوكس لايه؟ التكست. حول دوك التكست. تمام. هنا بيروح جايب لك الحاجه اللي انت هتحطها او الداتا اللي انت هتحطها في النود اللي فات. تعال نخش على النود هنا. احنا محتاجين هنا اليو ار ال، هنروح نجيبه من هنا، ناخده كوبي ونحط هنا. كلام جميل. ايه تاني؟ في داتا هنا محتاجين نحطها، سند بودي مثلا. كل دي داتا مش عايزين ندخلها مانيوال، ولكن هناخد حاجه اسمها سي يو ار ال. هنجيبها منين؟ اهي هي موجوده اوريدي. تبدا ان انت تاخدها كوبي كلها وتيجي تحطها هنا. دي طريقه اسرع، بتقدر ان انت تحط فيها الداتا بشكل اسرع. تمام. current URL command is supported format، اللي هي مش supported format. نخش هنا CRL اها، انا ما عملتهاش بشكل كامل. نيجي هنا، خد بالك وانت بتعمل كوبي بيست عشان ممكن تتلخبط وتنسى رقم ولا حرف. طيب احنا هنا زي ما انت شايف بدأ يحط لنا الداتا احنا عملناها بشكل اسرع. السند هيدر حطينا هنا using files below اللي هو authorization، حطينا البارل والاكسس توكن، وحطينا send body. حطينا كل الداتا دي، مش عايزين نخش في تفاصيلها، ولكن احنا محتاجين هنا input data field name، محتاجين نحط النيم ده. ناخده كوبي بيست ونحطه هنا، وهنبدأ نعمل تيست عشان نشوف الحاجة. كلام جميل. خرج لنا هنا اسم الفايل وخرج لنا اليو ار ال اللي احنا محتاجينه. هنعمل ايه بعدها؟ هنخش على النود اللي بعدها برضو تبقى HTTP عشان نبدأ ننزل اليو ار ال ده، نعمله داونلود. HTTP request. كل اللي احنا محتاجينه هنا ان احنا محتاجين ناخد اليو ار ال ده نحطه هنا بس، مش محتاجين حاجة تاني. تمام. طلع علينا الداتا اللي موجودة في الفايل. طيب بنضغط هنا عشان خاطر نجيب الموديل اللي هيبدأ يحلل لنا او يصحح الامتحان بتاعنا. هنختار مسج موديل. طيب هنا محتاجين البرومبت اللي جاي من اليوزر اهي الداتا بتاعتنا. تمام. طبعا الكريدنشال احنا اتكلمنا عنه اكتر من مره في كذا فيديو، والسورس تكست. تمام. نختار الموديل بتاعنا يكون مثلا 4.0. ماشي خلينا في 4.0. تمام. طيب نيجي على السيستم مسج، وهنا هنقول له سيستم مسج. هنقول له بقى انت وضعك ايه بالظبط وبتعمل ايه. تمام. انا مجهز سيستم مسج سريعه. نضغط هنا نحاول نعمل اكسبريشن عشان تفتح. تعالوا نشوفه مع بعض. هنا انا بقول له ان انت exam correct agent، تقدر ان انت تصحح الامتحان، واديت له الاجابه النموذجيه ان هو يقدر يقارن بيها، واديت له هنا شويه رولز وانستراكشن والفورمات شكله فورمات، واديت له التاريخ بتاعنا ده كود نقدر نحطه عشان يطلع لنا التاريخ بتاع الوقت الحالي. تمام. طيب نعمل ستيب. طلع لنا الدرجة النهائية والاسم والليفل، ولكن احنا محتاجين مش عايزينه بالشكل ده عشان خاطر نقدر نحطه في النوت اللي بعدها. هنخليه بشكل جيسون. نعمل هنا ويندوز اكسكيوت ستيب. تمام. بقى خلاص كل حاجة الدرجة لوحدها والليفل لوحده وكل حاجة بقت مقسمة لوحدها. طيب ايه النكست اللي بعد كده؟ هنحط جوجل شيت. جوجل شيت هنختار append or update row. طيب ده بالنسبة لجوجل شيت. بنحط الكريدنشال بتاعنا.
تمام. لو احنا مش عاملينه، احنا شرحناها اكتر من مره، تحط الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت. تمام. احنا هنا عندنا كريدنشال، وطبعا هي الاوبريشن بتاعنا ابديت append or update through، ونختار الشيت اللي موجود. ماشي، ونختار الورقة بتاعتنا exam. طيب هيطلع عندنا فيلد محتاجين ان احنا نملاها. اول حاجة النيم، هنيجي نخش على فورم سبمشن عشان نجيب من النيم والاسم والحاجات من هناك. ادي الاسم وادي الايميل. تمام. طيب احنا كده خدنا الاسم والايميل، محتاجين بقى نطلع نجيب، نقفلها، نجيب الريت والليفل. طيب السكور بتاعنا، خدنا السكور اهو، محتاجين نشوف الليفل بتاعنا، الليفل موجود. تمام. طيب رسمت كولوم تو ماتش. ماشي، المشكلة اللي هنا ان احنا مش محددين النقطة دي، هو هيبدأ منين؟ هل هيبدأ من الايميل ولا منين ولا منين؟ هنقول هنبدأ منين ونعمل اكسكيور ستيب، وكده ظهر لنا الاسم، الطالب والايميل بتاعه والدرجة والليفل بتاعه. تعالوا نشوف في الشيت. ظهر لنا احمد جايب 40 من 100 والليفل بتاعه ضعيف. ضعيف ضعيف يا احمد، محتاج تذاكر شويه. طيب محتاجين هنا ندخله ايميل، نبعت له ايميل ونقول له الدرجه بتاعتك ايه ومستواك وشويه نصايح. تمام. نكتب هنا جيميل، هنختار سند مسج، وهنا محتاجين طبعا الكريدنشال عاملينه. تمام. وسند، ومحتاجين هنبعت لمين؟ نبعت الايميل للراجل اللي جاي من الشيت ده. ومحتاجين ايه تاني؟ السبجكت، هنقول له درجاتك في الامتحانات. تمام. التكست خليه تكست عادي، ايميل. والمسج هنحطه ليه بقى؟ احنا ممكن هنقول له مثلا السلام عليكم، ممكن نخليها اكسبريشن، السلام عليكم، اخبارك ايه يا بطل، دي درجتك في الامتحان. انا كبرها شويه، دي درجتك في الامتحان، ناخد الدرجه. ماشي. مستواك، طبعا ممكن بقى شويه تنسيق كده وهنا. شد حيلك، عندك احسن. تمام. طيب هندوس اكسكيور ستيب، هيجي لنا الداتا دي وهنشوف السبجكت بتاعنا، درجتك في الامتحان في مادة معلومات عامة، ومكتوب هنا أخبارك يا بطل، دي درجتك في الامتحان 40 ومستواك ضعيف، شد حيلك، عندك أحسن، مع تمنياتنا بالتوفيق. طبعا this email was sent automatically with anything، محتاجين نشيلها، بنروح هنا على anything، ندخل هنا ونيجي عند النود، نيجي عند النود بتاع جيميل، نيجي هنا ندوس add option و append anything attribution ونقفلها، هنبعت المسج تاني. تمام. المسج هاي سند بعتت وراحت في الانبوكس. نرجع تاني على الجيميل، نشوف الرسالة، نرجع نعمل ريفرش، subject وهي
السلام عليكم، اخبارك يا بطل؟ دي درجاتك في الامتحان 40 ومستواك ضعيف، شد حيلك، عندك احسن مع تمنياتنا بالتوفيق. تمام. طبعا ده طالب محتاج يذاكر كتير. ده ببساطه خالص ورك فلو كده نقدر ان احنا تقدر ان انت تصحح امتحانات. لو انت محاضر مثلا وعندك حد بيعمل بروجكت معين ومحتاج تصححه، بتقدم للموديل هنا النموذج او الاجابه النموذجيه، وبيبدا هو يحلل ويصحح الامتحانات، وتبقى مديله مثال للسكور. يعني مثلا هم 10 اسئله، كل سؤال ب 10 درجات، يبقى كده الناتج 100 وهكذا. فده هنا الاوتوميشن بيفيد في الحاجات المتكرره الممله اللي بتضيع وقت وبتضيع مجهود وبتضيع فلوس. استنونا في الفيديو الجاي ان شاء الله في حاجه عمليه. ولو عندك حاجه متكرره في شغلك يا ريت تكتبها في الكومنتات، نحاول ان احنا نبدا ندرسها ونعمل لها سيناريو ان شاء الله. السلام عليكم.